عندك حمارة واه متعلق بها كثيرا. واه أيوة. تعضني وتلحسني. تعضك وتلحسك. واه هل تبطل الوضوء؟ تبطل الوضوء. والسؤال الثاني، هل أقدر أن أقرنها بحصان؟ طيب. بارك الله فيك الشيخ. طيب إن شاء الله. أما أبو مدين وحماره بارك الله فيه، فيا أبا مدين يعني لا بأس أنك يعني تستفيد من هذا الحمار، لكن كونه يلحسك ويعضك انتبه لا يعضك عضة شديدة وبعدين تصير مشكلة. لكن على أي حال ليس لعابه نجسا، ليس لعاب الحمار نجسا، إنما لعاب الكلب النجس. أي نعم. ولا يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة بارك الله فيه. وإذا أردت أن يعني يكون بين حمارك هذا والخيل لقاء، هذا اللي يسموه في المنتصف هو الجحش الذي يكون بين الحصان والحمار، وهذا عليه حل اسأل فيه يا أخي طبيب الحمير وطبيب أي نعم، على أساس أنه إحنا تسألهم عن هذا الجانب أي نعم في عملية اللقاح بين هذين الأمرين. إنما من الناحية الشرعية